في لحظة كده بتحس فيها إنك مش قادر تكمل كده تاني. كل حاجة حواليك ماشية، بس جواك في حاجة مش مرتاحة. بتحاول تضحك، تلهي نفسك، تقول يمكن تعدي، بس لأ، المرة دي مش عايزة تعدي. بتحس إنك محبوس جوا حاجة مش بتاعتك. اللحظة دي رغم وجعها ممكن تكون أغلى رسالة ربنا بيبعتها لك، وبتقولك ببساطة: قوم، قوم، وقت التغيير جه. كان في شخص حياته ماشية عادي، من بره شكله ناجح، بيشتغل وبيضحك وبيسافر، بس جواه دايما في سؤال مش بيروح: هو أنا ليه مش مرتاح؟ هو ده الطبيعي؟ وكل ما يعدي الوقت الخنقة بتزيد. وبعدين في يوم بسيط جدا انهار، دموع نازلة من غير سبب، إحساس إن الدنيا كلها تقيلة على قلبه، وصوت داخلي بيقول: كفاية كده، أنا مش قادر أكمل بالطريقة دي. اللي بيحصل ده مش ضعف، لأ، دي بداية الصحوة. أول ما تحس إنك بتنهار اعرف إن دي مش نهاية، بالعكس، دي ربنا بينفض الغبار من على روحك. العلامات مش دايما بتكون صدمات كبيرة، أوقات بتكون حاجات بسيطة: خنقة بتتكرر، زهق مش مفهوم، دموع بتيجي فجأة. العلامات دي صوت من ربنا بيقولك: اللي انت فيه مش ليك، قوم اتغير، قوم ابدأ. أول ما تبدأ تسأل: هو أنا ليه هنا؟ أنا فين؟ ورايح على فين؟ ربنا يبدأ يفتح لك. ساعتها تبدأ تخرج من الدايرة اللي انت كنت حابس نفسك فيها. مش لازم تتغير حياتك كلها مرة واحدة، لكن مجرد انك سمعت الصوت الداخلي هتحس بنور بسيط وهدوء غريب، كأنك بدأت توصل لطريقك. وهي دي البداية الجديدة. وأخيرا، ما تستناش تحصل مصيبة عشان تتغير. خد بالك من العلامات الصغيرة، من صوتك الداخلي، من الخنقة اللي بتتكرر. يمكن اللحظة اللي انت فيها دلوقتي دي علامة ليك انك تبدأ تتغير، وربنا بيقولك فيها: قوم، وقت التغيير جه. شاركني في التعليقات امتى حسيت ان ربنا بعتلك علامة. ابدأ بنفسك، يمكن تكون دي بدايتك.